يعني خالص. انا انا ما كنتش عارف اطلع ولا مش هطلع يعني انا مش، والله العظيم ما كنت هطلع. ما كنتش هطلع عشان انا اقسم بالله العظيم الله يحرق ده لعيب على ابو ده مدرب بيحرق ابوكوا كلكوا. الله يخرب بيوتكوا. على ابو ام اللي خلاكوا تلعبوا كوره. انا ما شفتش في الدنيا حرق الدم وقرف بالطريقه دي. يعني انا قسما بالله انا جبت اخري من المدير الفني ده. مدرب قمه القرف، قمه الزفت، حاجه يعني يا اخي ده انت كنت دفعت 3 مليون يورو وغورته في داهيه تمن ان لا، جماهير الاهلي اتحرق دمها كده. كميه شتيمه وقله، يعني قله قيمه تستحقها لعيبه الاهلي. لعيبه ايه دي؟ مش لعيبه، والله العظيم ما يستاهلوا يكونوا لعيبه كوره. هي دي لعيبه كوره؟ ده انا شفت كميه قرف، انا دمي اتحرق، انا مش قادر، انا حاسس ان هيجي لي جلطه من القرف اللي شفته ده. انا كنت متوقع ان الزمالك، المشكله مش في الزمالك يا جماعه. انا كنت متوقع ان المشكله مش في الزمالك، والله قلت لكم المشكله عندنا احنا. قلت لكم المشكله في الاهلي. قلت لكم المشكله لو الدنيا كلها اتحلت الاهلي اللي هيضيع فضيحه بمعنى الكلمه. انا قلت ده في اللايف اللي بتاع من يومين. انا قلت انا عارف ان الاهلي هو اللي هيضيع الدوري مش حد تاني. يعني لو الدنيا كلها، ولو الزمالك خسر الماتشين اللي جايين، بيراميدز اللي هياخد الدوري. ده انت يا اخي ما عندكش حتى دم انك تتعادل. انت ما قدرتش تتعادل يا اخي. لما كنت خسران هدف ما قدرتش تتعادل يا اخي. لما كنت خسران هدفين ما قدرتش تتعادل. ده انت لو قعدت من هنا لثلاث ايام جايين عشان تجيب جول مش هتعرف. اقسم بالله العظيم ثلاثة الاهلي لو قعد 3 ايام ما هيعرف يجيب جول. مدير فني فاشل. الله يخرب بيوتكم. يعني انت لما بتبدا الماتش شوط كامل، يوم ما تقعد اللعيبه تقعدهم مع بعض ويوم ما تلعبهم تلعبهم مع بعض، ده انا هاجي لكم في لقطه. يعني انت مقعد بن رمضان وامام عاشور مع بعض ولما تلعبهم مع بعض. طيب بلاش ده، انا غبي، انا ما بفهمش. يعني احنا بقالنا بنهاتي بنقول يا اخي لاعب بن رمضان مكان امام. لا. طب انا هقول لك حل تاني. انت شفت شكل، يعني مساء الخير على كل الناس. انا بحيي كل جمهور النادي الاهلي طبعا، اللي محروق دمه واللي خلاص هيجي له جلطه. انا مش قادر اركز في اي حاجه.